صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا نبي. طالبه منكم ان انتوا تدعوا لي بالشفاء ان شاء الله. كنت تعبانه جدا. الفيديو ده المفروض ان انا كنت اصوره من الاسبوع اللي فات. رقدت على السرير ما قمتش. الحمد لله على كل حال. طبعا افتكار الرحمه. طول ما انت لو جالك شويه برد ربنا فاكرك، انما مش حال بقى انت مش قادره تقومي خالص من على السرير. ربنا فاكرك وفاكرك 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 كمان. الحمد لله على كل حال. انا بدعي من ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين. وكنت كل صلاه اقول له يا رب سامحني واغفر لي. الحمد لله النهارده قمت وصليت، قعدت على السرير وقمت وصليت. الحمد لله على كل حال. وكمان قلت لا، انا لازم اتحرك شويه واصور الفيديو اللي انا كنت عايزه اصوره واقول لحبايبي على او 300 جنيه و250. طبعا كل واحد بقى هو بقى وضميره بقى، كل واحد هو وذمته بقى، كل واحد بيبيع بشكل تاني. جه ابو سيف راح اشترى ب20 جنيه طحينه. عايزه اقول لكم لو كانوا بيتحطوا في قلب الطبق مش باينين. طب ليه؟ حرام ولا حلال؟ لا حرام طبعا. هتنزلوا حتى في على القناه من تحت خالص، هتلاقوني اللي انا بعمل الطحينه باستمرار، وبعمل الطحينه من الزمن من قبل كمان ما افتح القناه بتاعتي. الحمد لله على كل حال. الطحينه انا مستمريه عليها بقالي فتره، وناس كتيره جدا خدت مني الوصفه من غير فيديو من غير اي حاجه، والحمد لله جربتها وعملتها وطلعت تحفه وطلعت جميله جدا. طب النهارده كده هنعمل، شايفين البطرمانين دول؟ ثواني هوريهم لكم. شايفين البطرمانين دول؟ ما شاء الله كميات قد ايه. شايفه البطرمان قد ايه؟ ممكن نوزن البطرمان سوا. استنوا سوا. لا هوزنه لكم بقى لما نيجي نعمله صح كده. معلش اعذروني ان انا تعبانه جدا فعلا، بس انا بقاوح مع نفسي عشان انا ما بحبش الرقده، ما بحبش ان انا اقعد بصراحه. هعمل ايه؟ الحمد لله على كل حال. افتكر الرحمه. معايا البطرمانين دول. البطرمان ده انا كنت بعمله ويخلص بس مش يخلص بقى، قبل ما يخلص هشوف لو الاقي مثلا في شويه كميه بسيطه اروح عامله غيره على طول. قلت لا، طب وما بدهاش، هي كلها واقفه وخلاص. فعلا والله مش عشان بس ان انا تعبانه وعايزه اعمل والكلام ده كله واتحرك، لا لا لا. انا فعلا كنت عايزه اعمل الكلام ده من الاسبوع اللي فات كده. انا عشان عايزه ادي عندي هنا السمسم بتاعي. اشغل بس ايه، بسم الله، عشان اديها بس صفار. طيب هنا كده السمسم والله بصوا ساقع، كان في التلاجة، بس في التلاجة مش في التلاجة لسه جايباه. الكلام ده كله هقولك هنعمل فيه ايه. ده لا، ده شيء اساسي. عايزه تعملي بسمسم محمص بس اعملي، عايزه تعملي بسمسم ابيض بس اعملي، عايزه تعملي من ده على من ده على ده زي ما انا ما قلت لك هنعمل. طبعا زي ما احنا عارفين طحينه السمسم لوحديها بتبقى غاليه عن الطحينه السوداني. طبعا الغالي بيعمل الغالي، والغالي بيشتري الغالي، وانتوا طبعا غاليين عندي، وانتوا غاليين اساسا. طبعا دلوقتي هنا كده معايا نص سمسم. لا يا جماعه استنى، معايا ربع سمسم، مش عشان بس اوصل لكم بس اللي انا فعلا تعبانه. ربع سمسم وربع دقيق. هنوزن دلوقتي مع بعض الدقيق. تمام كده. هندي بس ايه اصفار بس كده. ايه عندي الشفشق بتاعي. ربع سمسم وربع دقيق هيملولك بطرمان كيلو. هيملولك بطرمان كيلو. هنوزن هنا كده اهو 250 جرام بالظبط عشان يبقى ربع كيلو. انا ما جبتش دقيق من بره،
الدقيق كان عندي برضك. لو جبت الدقيق انتي من بره بس كده تمام التمام كده 250 جرام بالظبط، عشان بس تعرفوا الجرامات. ربع كيلو 250 جرام. تمام كده. حطيت اهو ربع كيلو الدقيق اهو. تمام. عايزين برضو نصفر هنا معايا الطاسه بتاعتي. تمام كده. نبعد كده عشان هنا انا كنت جايبه السمسم ده على بعضيه. انا عايزه طن وطن، طن وطن. تمام كده. طيب بس انا اساسي بعمل ربع على ربع. يعني انا كنت بعمل سمسم ابيض بس لوحدي، كنت الاول بعمل السمسم محمص. هنوزن كده الدقيق السمسم. معلش كان معايا بس مكالمة تليفون. هنا دلوقتي كده 130 جرام سمسم بيبقى التمن. تمام كده. خلاص كده هنركن ده اللي احنا برضو هنعوزه عشان نوزن بقية الدقيق التاني. يعني ايه يا ام سيف؟ احنا مش فاهمين حاجة. يعني دلوقتي انا هنا كده معايا ربع من السمسم. عايزة تعملي من ده على ده اعملي، عايزة تعملي ابيض بس اعملي، عايزة تعملي محمص بس اعملي، اللي يريحك اعمليه. بس ما تضيفيش فيه سوداني. انت السوداني ما بتبقاش حلوة وفي نفس الوقت بتبقى رخيصة في بره، عشان كده يعني سعرها رخيص. انتوا فاهميني؟ ما بتبقاش طعمها حلو زي طحينة السمسم. تمام كده. اقلبه بس كده كله تقليبه. انا طبعا لسه متوضيه ومصليه والله الحمد لله على كل حاجه كده اهو. طب ما تعملي كله في الخلاط. عندي الخلاط الشفشق بتاعي ده مش كبير زي الشفشق اللي كان عندي بصراحه ربنا. ان شاء الله باذن الله لازم اجيبه من التوكيل، عشان كل ما بجيبه من بره سبحان الله بيبوظ لوحدي. الحمد لله على كل حاجه. اهو كده اهو. هنيجي ناخده على البوتاجاز. جبتيه من بره لسه عندك مركون بره التلاجة، بس يا ريت السمسم في الحر بالذات بيبقى في التلاجة عشان بيسوس على طول وبيدوب. تمام. بصوا ساقع والله ساقع. لازم ادفيه اخليه بس يبقى دافي، اطلع منه الرطوبة. احنا في الجو نار لما يعلم بالله ربنا دوت. الجو فرن لوحدي. بس معلش لازم السمسم بتاعي يطلع منه الرطوبة. بس كده. وتعالي ونشوف هنعمل ايه مع بعض على البوتاجاز. انا هنا كده اهو موطيه النار. اعلي النار سيكه عقبال لما اعمل اطلع منه الرطوبه بس يبقى دافي بس. يبقى انا هنا كده معايا ربع سمسم وربع دقيق. ربع سمسم وربع دقيق. لازم اطلع منه الرطوبه. بس هفضل اقلب فيه كده. وتعالوا معايا بقى على الرخام. حبايب قلبي اهو بصوا ما بياخدش حاجه خالص على البوتاجاز بصراحه. ما بياخدش حاجه خالص 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 على البوتاجاز. تمام اهو. ماشي دافي. يبقى دافي في ايديكي مش سخن ولا يتحمص. لا تدفيه. طبعا معايا هنا اهو. انا هنا كده اروح واخده شويه شويه واطحنهم اخليهم زي العجين. اطحن واروح حاطه في قلب الخلاط بتاعي الشفشق. اطحن واروح حاطه في قلب الشفشق بتاعي. تمام. وما نكترش عشان يتطحن كويس.
تمام كده. طيب انا هطحن بقى هنا كده وهوريكم بعد كده القوام بتاعه عامل ازاي، التقل بتاعه. تمام كده عشان بس صوت الخلاط. بص يا حبايب قلبي، انا بس عايزه اوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت عجينه، عجينه انا عايزاها كده، انا عايزاها عجينه كده. تمام. مش انا هعمل بقى الكميه كلها بتاعتي بنفس الطريقه اللي احنا حمصناها، اللي احنا شوحناها بس مع بعض كده، طلعنا منها الرطوبه. وبعد كده هوريكم هنعمل ايه تاني في قلب الطحينه. تمام اهو. بس حبايب قلبي، قاعده بس الكاميرا، انا كده خلصت. تمام. طيب الزيت ايه يا مسيف؟ انا على فكره انا والله مش شرط اللي انا بعمله بزيت نزيف، عشان بس ايه خلينا ايه متفقين كده مع بعض. وبصراحه انا مش شرط اللي انا بعمله بزيت، يعني بزيت بقى ايه مخصوص والكلام ده كله. لا لا لا، مفيش الكلام ده. اهو شايفين؟ بص منظر الطحينه بتاعتي عامله ازاي، ناعمه ازاي. وتحتيها على طول الدقيق. ادعوا لي يا جماعه بالله عليكم اكمل شويه بس على خير. كده اهو. قد ايه زيت؟ انا كده خلاص استكفيت لحد ما اشوف القوام بتاعي هنا قد ايه. تمام كده. اروح بس مقلبه كده اهو عشان بس لما يجي يشتغل عليه الخلاط ماخدش زيت كتير، ماخدش زيت كتير. عايزه قوامها تقيله تبقى حلوه. هي ممكن تبقى في الاول خفيفه بس بعد كده بتتقل. يعني ايه؟ يعني دلوقتي طبعا كتر ضربها في قلب الخلاط لازم تضربيها كتير، من ربع ساعه كده، ربع ساعه كده تفضلي تضربيها في الخلاط. بس مش تسيبي بقى الخلاط شغال وخلاص، لا، تسكي وتقفلي، تسكي وتقفلي. تمام. 5 دقايق تسكي و5 دقايق تقفلي. ليه؟ لازم تريحي الخلاط بتاعك. تمام كده اهو. احط بس شويه زيت هنا كده على المعلقه اللي كل ده كده ينزل معايا عشان ايه. طيب هنا كده اروح مشغله الخلاط. تمام. خليكم معايا. انا عندي هنا كده اهو هنزل صرصوب صرصوب. مشكلة بقى الخلاط بقى دوت طول ما الحاجة تقيلة ما يعني تقيلة زيادة عن اللازم ما يمشيش. تمام كده اهو. هقلبه كده اهو عشان بس ايه يتحرك معايا. يعني مثلا من كوباية ونص لكوبايتين زيت، من كوباية ونص لكوبايتين زيت. تمام كده لحد بس ما تلاقي الخلاط بتاعك ماشي. طب ما تعاير يا مسيف؟ انا يا جماعه ما بحبش اعاير في قلب الكوبايات، اللي فيه دقيق بيشرب وفيه دقيق ما بيشربش، يعني حسب الدقيقه نفسها. لحد بس ما الخلاط يمشي معايا، يمشي معاكي يتحرك معاكي وخلاص على كده. وقفي زيت بس صرصوب صرصوب. انا هنا كده اخلي بقى الخلاط شويه مع نفسه، وهاجي هنا هروح معقمه عندي البطرمانات بتاعتي على البوتاجاز، هقلبها كده اهو زي ما انا معلمتكم كل مره ماشي. ومن فوق كده اهو واروح مشغله النار، بس اعقم البطرمان بتاعي. مش هتعرفي تحطي فيه شويه ميه سخنه وترجيه وتروحي منشفاه جدا، ما تخليش فيه نقطه ميه. تمام كده. عرفتوا هتعملوا ايه تعقموه ازاي؟ بطريقتين عندكم، بوتاجاز او شويه ميه سخنه، وبعد كده تروحوا منشفينه، منشفينه جامد. اخلي بقى عندي هنا كده هركن كده
ماشي. وهخلي الخلاط بتاعي شغال، وهروح معقمه البطرمانات بتاعتي واعقم ده كمان. كده يا حبايب قلبي انا عقمت ده ورحت قفلته على طول وعقمت الغطا. وهنا كده انا عقمت ده وهروح معقمه الغطا. الغطا التاني يا جماعه هو مش مفيهوش حاجه، لا هو بس المطرح. طبعا انا بحب اغسل الحاجه زياده عن اللازم، تمام. عشان كده تلاقي ايه التقشير بتاعه بس هو اللي ايه مقشر، مفيش اي مشكله خلاص طالما معقماه. ما يشغلكيش اي حاجه. بص يا حبايب قلبي انا كده عقمتهم اهو الحمد لله وسخنين. سخنين. واروح ركناهم. طيب الزيت برضك قد ايه يا ام سيف؟ انت هتنزلي سرسوب بسرسوب. هتنزلي يعني بكوبايه كده الاول، وتروحي مقلباها عشان بس يمشي واحده واحده معاكي. وبعد كده سرسوب سرسوب لحد ما الخلاط بتاعك يمشي. بس على كده تمام. كده هوريكم الازازه بتاعتي قد ايه. طبعا انا هاخد كمان شويه من ازازه تاني عشان اعمل بقيه الكميه. زيت التومين اهو يا جماعه. مفيش ريحه مفيش اي حاجه في قلبي والله العظيم ثلاثه. انا على طول بعمل بيه، يعني مش شرط اللي انتي تروحي تجيبي زيت مخصوص. تمام كده انا هروح اضربه برضك شويه كمان عشان خاطر انا عايزاها تبقى ناعمه خالص زي بتاعت اللي بره. هي ناعمه ومنعماها كل حاجه بس برضك. خلاص كده اهو يا حبايب قلبي. هروح هنا حاطه عندي الخلاط بتاعي اهو. معلش انا اسفه. تعالوا نشوف بقى. هتلاقوها في الاول كده هتبقى يعني هتقولوا دي خفيفه، لا بعد كده اما تبرد خالص وتسيبوا البطرمانات مفتوحه خليها تبرد. بس قبل ما تسيبوا البطرمانات مفتوحه بعد كده انا هقول لكم تعملوا ايه. قبل ما تركنوها شويه تبرد، اللي ده بيبقى حرام طبعا علينا كلنا. طيب نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. نسمي بالله. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا ما شاء الله يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم؟ شايفين الكمية قد ايه؟ نص، يعتبر نص كيلو. ربع سمسم وربع دقيق. عمل لك ايه؟ شايفين البطرمانات دي؟ انا هوزنها لكم دلوقتي. حاضر ثواني اصبروا. انا هوزنها صدقوني هوزنها. صفي كويس عشان لما نيجي نحط المقادير بتاعتنا التانية. احنا حاجة مش جايبينها ببلاش، ده سمسم. دي طحينة بالسمسم، يعني الغالي ما بيجيبش الا الغالي. البطرمان اهو، الشفشق بتاعي اهو، تمام كده قدامكم على عينك يا تاجر. طحينه دي ولا مش طحينه؟ وما شاء الله عليها. كل حاجه عندنا في البيت اللي انت ممكن يعني هتجيبيه بدل ما انت ما هتروحي تجيبي ب20 جنيه زي ما ابو سيف ما جاب كده وانا تعبانه كده. ده انا بقيت اتشل. عارفين ليه يا جماعه؟ عشان انا واخده خلاص على الحاجه اللي انا بعملها. واخده على الحاجه تبقى كتير عندي في قلب البيت والحمد لله والف حمد الف شكر لك يا رب. على سترك يا رب العالمين. بحب حاجتي في البيت. تمام كده قلت بدل ما هعمل بطرمان هي واقفه بوقفه هعمل البطرمان التاني. والله العظيم تلاتة زي ما جبتهم زي ما تحط في قلب التلاجة. وقلت لمصطفى حط يا مصطفى في التلاجة عشان ما يبص عشان حرام. احنا مش جايبينه ببلاش. هروح ثواني نوزن ده الاول. يلا. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. حبيبي يا رسول الله. ما شاء الله. عارفين كام؟ كيلو 380 جرام. كيلو 380 جرام. هوريكم دلوقتي الجرامات اللي بيعرفها. ثواني خليكم معايا. انا والله ما عارفه هي ظاهره ولا لا، بس اهي. استنوا ثواني. ظاهره اهي. كيلو 380 جرام. تمام كده.
الحمد لله، الف حمد الف شكر لك يا رب على كل حال. كده اهو هنركن عشان يبرد، بس انا كده كده واقفه لسه. خليكم معايا عشان لسه انا عايزه اقول لكم ايه اللي هيتم بعد كده لما نيجي نسيب البطرمانات. انا هنا كده معلش انا نسيت، نيجي برضك نصفر معايا اهو زي ما عملت في الاول، والله هعمل هو نفس الكلام. هنوزن ربع كيلو 250 جرام. الله يبارك له، الله يبارك له بصراحة ربنا، بصراحة الله يبارك له أبو سيف، هو اللي علمني في الميزان. أهو كده أهو. انزلي شوية بشوية عشان ما يبقاش فيه حاجة زيادة. 240، 241، عشان يبقى معايا الميزان بتاعي صح. خليكم معايا سوا. بصوا انا هو زي ما بقول لكم بشيل بس كده. برضك نفس الكلام واروح عامله الدقيق ده بقى. رحت كده اهو عندي البطرمان، عندي البطرمان مليان دقيق الحمد لله. ده كده انا هربطه واروح حطاه التلاجة عشان ما يبص. تمام كده خلاص كده. والسمسم عندي موزون، خليه برضك عشان نوزن البطرمان التاني. شايفين منظر الطحينه بتاعتي حلوه ازاي ما شاء الله، الحمد لله. هنعمل برضك السمسم اهو، انا فضيته تعالوا معايا. شايفينه اهو برضك. ادفيه خالص تمام، اطلع منه الرطوبه وهرجع تاني اعمل نفس هي الطريقه.